اول حاجه هنجيب اسرار نجاح الفطير. يعني هقول لكم تعالوا كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هجيب الدقيق بتاعي، هنخله كويس جدا. والدقيق المستخدم هو دقيق متعدد الاستخدامات. انخله كويس جدا. بعد كده هجيب حوالي كوباية كبيرة من المية الدافية، وهضيف فيها ملعقة كبيرة من السكر او 2 ملعقة من السكر، وهضيف كمان رشة من الملح كده، وهدوب المية والدقيق اللي انا استخدمته هو دقيق متعدد الاستخدامات. بعد ما نخلته هجيب حوالي كوباية مية دافية، هضيف لها حوالي 2 ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح، واقلبهم كويس في المية بالشكل ده لحد ما يدوبوا تماما. والمية ما تزوديش المية من اول مرة، هنضيف المية بالتدريج علشان كل نوع دقيق بيختلف في كمية المية اللي بيحتاجها. ده الدقيق بعد ما نخلته، وكمان عندي المية بتاعتي بعد ما دوبت فيها الملح والسكر تماما. هي دي كل المكونات بتاعة الفطير المشلتت، الدقيق والمية وشوية المية وملح وسكر فقط لا غير. هضيف المية بالتدريج زي ما قلت لكم لحد ما الدقيق بتاعي يبتدي يتشرب واعجن، واضيف شوية واعجن لحد ما العجينة بتاعتي تكون طرية جدا. العجينة بتاعة الفطير يا جماعة بتكون طرية وبتلزق على خفيف خالص. وده اول سر من اسرار نجاح الفطير المشلتت، ان العجينه بتاعه الفطير ما بتكونش عجينه ناشفه، بتكون عجينه طريه ولينه زي ما انا بوريكم كده. وطبعا هتفضلي تعجني فيها كتير. لو عندك العجان تمام هيسهل عليك الدنيا، لو ما عندكش العجان هتفضلي تعجني فيها من 10 دقايق لربع ساعة علشان تحصلي على القوام بتاعها المناسب يعني. وكمان في الاخر هضيف لها حوالي ملعقتين كبار من الزيت، واعجنها تاني بالزيت كويس جدا. وما تزوديش زيت علشان الزيت ما تحطيش زيت كتير، لانه من الحاجات اللي بتخلي الفطير بتاعك يطلع ناشف، وده تاني سر من اسرار الفطير المشلتت. بعد ما انا عجنته تاني بالزيت بشكل كويس، هسيبه على جنب، هريح العجينة بتاعتي على جنب من نص ساعة لساعة. ودي مهمة جدا جدا في نجاح الفطير المشلتت، ان انت تسيبي العجينة ترتاح فترة كافية علشان يديكي النتيجة الحلوة. هسيبه بقى على جنب لحد ما يبتدي من نص ساعة لساعة زي ما قلت لكم. بعد كده ده بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت هشكلها كور صغيرة على حسب الحجم الفطير اللي انا عايزاه. هنا بعد ما شكلتها بالشكل ده كور صغيرة، وبرضو هسيبها ترتاح تاني من نص ساعة لساعة. وده تالت سر من اسرار نجاح الفطير المشلتت. يبقى الاسرار اللي احنا قلناها في نجاح الفطير المشلتت، اول حاجة ان العجينة بتاعته بتكون طرية، ما بتكونش عجينة ناشفة وبتلزق على خفيف خالص. وكمان لما بنعجنها فترة بعد ما ضفنا ليها الزيت بتطرى معانا كمان اكتر واكتر، وبنسيبها ترتاح. ده كمان برضو بيساعد على نجاحها وبيخليها طرية اكتر وسهلة في التشكيل. تاني سر معانا وهو ان لا اله الا الله، ان ما تضيفيش زيت كتير عشان الزيت بيخليها تنشف. وتالت سر ان هو برضو بعد ما تشكلها كور صغيرة هتسيبيها على جنب ترتاح من نص ساعة لساعة تانية. بعد كده هنبتدي نشكلها زي ما شفت كده معانا. وطبعا هنجيب معانا السمنة، هنستخدم السمنة في الفرد. لو احسن حاجة رقم 1 طبعا وهو السمن البلدي. مفيش عندك سمن بلدي هنستخدم اي نوع سمن تاني عادي. ممكن تستخدمي سمنة على زبدة او سمنة على زيت، بس تكون كمية السمنة او نسبة السمنة هي الاعلى، علشان الزيت زي ما قلنا ان هو بيخلي الفطير ينشف. يبقى احنا عندنا معانا السمن رقم 1. بعد ده اللي هنفرد بيه الفطير بتاعي. هبتدي افرد. انا هفرد يعني انا عملت حوالي 4 وحدات مع بعض. يعني فردت كل واحدة لوحدها، وبعد كده حطيتهم على بعض وابتديت افردهم تاني في الصينية. يبقى انا مشكلة 4 وحدات من الكرة اللي انا شكلتها مع بعض.
ده على حسب كمية التوريق اللي انت محتاجاها فيه، ممكن تعملي ازيد ممكن تعملي اقل على حسب ما انت عايزة. بعد كده رابع سر معانا وهو الفرن لازم يكون سخن جدا جدا، بتكوني مسخناه من قبلها علشان الفرن يدخل عشان الفطير بتاعنا يدخل الفرن وما ينشفش منك ويستوي ويطلع بسرعة. ما تقعديش في الفرن كتير، هو حوالي 10 دقايق بس كده يا دوب يحمر كده ويكون معاكي حلو. خامس سر معانا ان انت ما تطلعي الفطير بتاعك، هتطلعيه تحطيه في كيسة وتغطيه علشان البخار بتاعه يفضل سخن، والبخار كمان يساعد ان هو يطرى اكتر واكتر، وتغطيه ما تعرضش للهواء علشان ما ينشفش. وبكده اكون عملت معاكي الفطير المشلتت خطوه بخطوه سريعا بكل اسراره وتكاته. شايفين الفطير طلع معايا طري جدا ومورق. اعمليه زي ما انا عملت كده في الفيديو، والتزمي بكل النصايح والتعليمات اللي انا قلتها لك، هيطلع معاكي زي العسل. شايفين الطراوة، شايفين التوريق، شايفين ناقص بس ايه يخترعوا حاجة توصل الريحة. بجد كان حلو جدا جدا، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واضغطوا على زر اعجبني، ما تنسوش شاركوا الفيديو مع اصحابكم، اضغطوا واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. وشكرا لكم جدا جدا على مشاهدتكم. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.